يلا بينا بارت 2 من تحضيرات وتتبيلات رمضان ترصيها كده عندك في الفريزر جاهزة على التسوية. أول حاجة تتبيلة الشاورما مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو، عملناها أكتر من مرة. أهم شيء تعملي ميكس ما بين الصدور والوراك علشان تطلع طرية معاكي في التسوية. حطيها في بلاستيك راب ولفيها على شكل اسطواني وشيليها في الفريزر وهنرجع لها تاني. هجيب الشيش طاووق واقطعه لقطع صغيرة واتبلها بالصويا صوص، بابريكا وكمان بصل وتوم، ودي بحب ساعات كده اشوحها للتشاينيز او حتى اعفرها بالنشا واقليها. نجيب بقى الدبابيس ونفتح فيها فتحات كده ونعمل منها جزء باتر فلاي عشان نتبله تتبيلة آسيوية، ودي هتحتاج لصوصات زي الورشستر صوص، ترياكي صوص، وكمان سويت تشيلي وصويا. نضيف معاها كمان فص ثوم مهروس، رشة فلفل اسود، وبابريكا مدخنة، وشوية زيت زيتون. ودي تقدري كده بقى تشويها في الفرن او حتى على الجريل. للتكة بنحتاج صلصة ودبس فلفل، زبادي، زيت زيتون، عصير ليمون، وشوية بهارات مكتوبة تحت الفيديو. قلبي كل دوت وسيبيه في التتبيلة وارجعي للشاورما وهاتيلي سكينة حامية. والخطوة دي لازم تعمليها وهي متجمدة. حاولت أسهل عن نفسي واستخدم السكينة الكهرباء. أهم شيء تقطعيها شرايح رفيعة كده علشان تطلع معاكي في الجريل كأنها معمولة على السيخ بالظبط. تعالوا بقى نقسم كل حاجة حسب استخدامنا في علب أو في أكياس زي ما تحبوا. تتبيلة الشيش طاووق هكتبها لكم تحت الفيديو وموجودة كمان على الصفحة. أهم شيء تكتبوا اسم كل وصفة من دول عليها علشان لما بتتجمد كل حاجة بتتلخبط. وبس كده.